بصوا، هي مروة من أغرب القصص اللي قابلتني في حياتي. قصة العيان اللي بيهرب. مروة كانت دخلوها أوضة العمليات، الأوضة رقم 2. هو المعتاد إن إحنا في العمليات أنا بشتغل الحالة قبل ما أخلص ب5 دقايق أو ب10 دقايق، بيدخلوا الحالة في الأوضة التانية علشان نبدأ نجهز لها. بيعملوا تشيك ليست، بياخدوا منها أسئلة، دكتور التخدير بيبدأ يشوفها يتناقش معاها. فأنا خلصت الحالة اللي كنت بشتغلها ودخلت أوضة رقم 2 علشان أسلم على مروة. فين مروة؟ مفيش. طيب راحت فين؟ انتوا جبتوها من الدور ولا لسه؟ ايوه احنا جبناها، بس هي قالت عايزه اروح الحمام. طيب استنينا 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه، مفيش مروه. طب دوروا عليها يا جماعه، مفيش حد في الحمام. طب راحت فين؟ ممكن تكون موجوده حد قعدها في الافاقه ولا حاجه، مفيش، اختفت من العمليات. طب اسالوا في الاوضه، مفيش في الاوضه. اسالوا في الدور، مفيش في الدور. بدانا نسال بقى، المساعدين والسكرتاريه خدوا الصوره بتاعت مروه وبداوا بيلفوا بيها على المستشفى كلها. حد شاف دي؟ حد شاف دي يا جماعه؟ محدش شافها. لغايه مع السؤال تقريبا بعد 5 دقايق او اكتر، الامن قال ان انا شفت حد طالع لابس لبس العمليات ولابس فوقيه لبس تاني. وقفوها وهي بتوقف تاكسي الناحيه التانيه. طب هو السؤال، انت كنت رايحه فين؟ هي مش عارفه. طبعا لما اهلها اقنعوها واتكلموا معاها، انت يعني بتوقفي تاكسي رايحه فين؟ طب انزلي اندهي علينا، مش عايزه تعملي العمليه، طب كلمينا. لكن الغريبه ان هي كانت هتوقف تاكسي وهي مش عارفه رايحه فين. فرجعوها طبعا وهديناها واقنعناها. وطبعا الخوف ده حاجه صحيه يعني، بس هي وصلت لمرحله رعب. بس ادي كانت قصه مروه، واقنعناها. ودكتور التخدير بقى دخل نومها من الاوضه عشان تقدر تهدى وتقتنع ان هي تدخل عمليات.